وفعلا بنعرف ان شارو خانت جوزها مايك قبل ما يموت مع صديقها في الشغل وعملت معاه علاقه، والخيانه دي كانت هتنهي علاقتها مع جوزها مايك، لكن حافظوا عليها عشان ابنهم انطونيو. ساعتها كمان انطونيو بيقول لها بعد ابويا ما مات انا شفت كنت بترمي الحاجه الخاصه بيه، ساعتها عرفت انك انت فرحت في موته. وقتها شارو بتتعصب عليه اكتر لان بتشك ان هي السبب في موته، وعشان كده بدات تدافع عن نفسها وقالت انا كنت بحب ابوك جدا زي ما انت بتحب بالظبط، وندمت على خيانتي ليه ورجعت له مره تانية وكنت سعيده معاه. وكمان بتقول ان هي اللي اعترفت له بالخيانه اول ما حسيت بالذنب، وكمان بعدت عن الشخص التاني عشان حياتنا تستمر مع بعض. ساعتها شيري بتزعل جدا من طريقه كلامه، عشان كده سابته ومشت. بعد كده الولد دانا لحبيبها بيتصل بيها وطلب منها ان يقابلها في بيتها القديم لانه وحشها جدا، وفعلا شارو بتظبط نفسها وتروح تقابله. وقتها دانا بيشوفها زعلانه جدا ومتاثره، راحت قالت له على اللي بيعمله انطونيو فيها. ساعتها بيحاول يخرجها من المود اللي هي فيه وجري عليها وبس وحضنها في الشارع. وقتها واحد معدي بالعربيه بتاعته وشاف شارو وهي حضناه، راح بالتليفون بتاعه صورهم مع بعض. لكن بنعرف ان دانا هو اللي متفق مع الشخص ده ومرتبين الموضوع مع بعض ان يصورها وقت ما تكون في حضنه عشان يذلها وينتقم منها، لان في مشكله دمرت حياته وعملتها له زمان، وبيصفي الحساب اللي ما بينهم وصورها عشان يستغلها وياخد منها اللي عاوزه. وشارو ما خدتش بالها للي بيصورها. تاني يوم بتروح الشغل بتاعها عادي، لكن صاحبتها بتفاجئها وتوريها الفيديو بتاعها اللي الناس كلها شافته على النت، وفضحتها بقت بجلاجل وبقت على كل لسان. وقتها ما كانتش عارفه تتصرف ازاي او تعمل ايه، وحست ان حياتها خلاص اتدمرت، والناس كلها عرفت انها على علاقه بواحد قد ابنها. وقتها طلبت من صاحبتها ان لازم تساعدها وتعرف مين اللي نشر الفيديو ده على النت. وبنرجع لماجي حبيبه ابنها اللي هي التانية شافت الفضايح بتاع حماتها المستقبليه على النت، وكانت مصدومه جدا ومش مصدقه اللي شايفاه، عشان كده ورت الفيديو لابنها انطونيو على طول عشان يشوف هيتصرف ازاي وكمان يتاكد من صحه الفيديو. وقتها هو التاني كان مصدوم جدا ومش مصدق ان مامته تعمل كده مع صاحبه وحبيب عمره اللي فتح له بيته واللي وثق فيه. بعد كده ماجي بتتكلم معاه وتعرفه انه صاحبه براند كان عارف كل حاجه، عشان كده دخله السجن عشان محدش يعرف عنه اي حاجه. وكمان بتقول له هو كان بيقرب ليك وكان دايما بيساعدك وواقف جنبك عشان يوصل لمامتك. وقتها انطونيو بتعصب من كلامها ويسيبها ويمشي ورجع على البيت.